مساء الخير، مساء النور، مساء الطاقه الايجابيه. واش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. واش راكم مع السخانه تاع هاد الايام؟ واش راكم مع الصيف؟ كاش تحواس كاش خرجات؟ انا والله راني جايبتها غير ميناج الساعه هذه ما درت والو. كل يوم نقول بزايده في ريال خرجي هزي الاولاد روحي نحي على بالك شويه، روحي حوسي شويه، روحي شمي شويه ريحه البحر، روحي طرق شويه الشمس. مي والله ندور نلقى روحي في الدار مع الميناج مع الغداء مع العشاء كيما احنا كامل، يعني جزائريات كل عندهم بريسك لا ميم روتين في الصيف. هذه البنات اليوم كنت مأولة ندير لكم الروتين تاعي من الصباح حتى العشيه. ساعه والله ما قعدت، رحت لاتولي خدمت، كانت عندي شويه خدمه، شتي جريات فرات ما قعدتش اصلا باش نصور ولا. وكي روحت قلت لا غير ما ندير فيديو لا والو، من بعد قلت لا خلي لا ليله الجمعه، قلت خلينا نروح ندير شويه ميناج غدوه تصبح لي الدنيا نظيفه وميم طون ندير لكم فيديو وخلاص. هو يعني الدار نظيفه باسكو السمانه اللي فاتت بركه كملت الميناج تاع العام، مي هكاك ومليح الانسان يكون اجور مع دارو باش ما تراكمش عليك الخدمه. مشكل تخدمي الميناج تاع العام تقولي صاي الدار نظيفه ما ندير والو، تغفلي عليها سمانه ترجع كيما كانت. وسيرتو اذا عندك الاولاد تاع عام ولا عامين ولا قل شويه، على بالك شوفي قد ما تخدمي قد ما تقتلي روحك حاجه ما تبان فيك، ما تباني تخدمي ما تباني ديري ميناج. قسما بالله والله واش راح نديرو؟ سنه الحياه، الله المستعان، ربي يعيننا ان شاء الله ويعطينا القوه. وبخصوص هذه النقطة حبيت نجاوب على بعض الأخوات اللي بعثوا لي في الانستغرام فيسبوك يقولوا لي حبيبتي احنا عندنا باغ اكزومبل 3 موا منين ولدت ولا 6 موا ولا من نهار ولدت ما قدرت ندير حتى حاجة، ما قدرت نرجع لنظامي القديم، ما قدرت ندير روتين باين، ما قدرت نهتم بروحي، ما قدرت نرقد كي العباد، ما قدرت نهتم بداري، يعني حياتي راهي تبدلت كاريمون وماني قادره ندير والو. حابه نرجع لهواياتي، حابه نرجع لحياتي الطبيعيه، مي هكاك وما قدرتش. يقولوا لي قولي لنا كاش نصائح ولا طونك انايا حتى انا عندي بيبي صغير و ميم طون يشوفوا سما اني قاعد نمارسي هواياتي عادي وكل شيء. على بالي الحاجه هذه ماهيش سهله، مي ثاني ماهيش مستحيله. شوفوا حبيباتي، مرحلة ما بعد الولادة راهي أصعب مرحلة تقدر تفوت عليها أي مرة في الحياة هذه، على خاطر تلقى روحها مستنزفة جسديا نفسيا طاقيا، مورال تاعها يكون هابط، تلقاها مزاجية، تلقاها كارها تعبة، وميم طون عندها مسؤوليات وعندها بيبي لازم تهلا فيه وعندها مسؤوليات كثر. يعني الله يحسن عون كل مرة راهي تفوت بهذه المرحلة. وسي تو افي نورمال انك تلقاي دي شونجمون في حياتك، تلقاي روحك مش قادره تلحقي لا كل شيء، على خاطر راكي في مرحله جديده، سورتو اللي جربت اسمها هذه اول تجربه تاعها في الولاده، اول بيبي نتاعها، راح تلقاي روحك في مرحله جديده خلاص في حياتك. عادي جدا كي تلقاي دارك مش مفروزه، وعادي جدا كي تلقاي دارك مش نظيفه، عادي جدا. اول نصيحه ننصحك بها ما تلوميش روحك في هذا الكوتي، مدي الراحة لنفسك، نفسيتك هي أول حاجة لازم تعتني بها في هذه المرحلة، ومن بعد تجي الدار وكل شيء. كما نقولوا وسخ العام تغسليه في نهار، يعني ما تخليش هذه النقطة تأثر على نفسيتك وتأثر عليك انتيا سلبا وتزيد عليك. وحاولي تقبلي المرحله هذه في حياتك، ديري في بالك بلي راهي مرحله برك وتفوت، طولت ولا قصرت عام عامين راح تفوت باذن الله. شفتي هذاك قله النوم هذيك ولا انه لا طاي تاعك تفزد لك ولا حوايج يفوتوا بعد عامين ولا تقدري تعاودي تريكوبيري كل شيء عادي جدا. حاولي المرحله هذه تجمعي اكبر عدد ممكن من الذكريات مع البيبي تاعك هذاك، على خاطر راح يكبر وراح يبعد عليك وراح تقولي يون لو كان بقى صغير خير، وكون بروفيتيت لعبت معاه اكثر، ولو كان بروفيتيت قعدت معاه اكثر بلا ما نقلق بلا ما نخم هكا كوتي نيجاتيف. فهمتوني حبيباتي؟ هنا بنات في الفيديو كنت نعتلكم في الحصاله الجديده هذه شريتها، وقلت ندير تحدي منها لنهايه العام ان شاء الله نلم فيه مبلغ تاع 5 ملايين ولا في ديسمبر، فان ديسمبر ان شاء الله راح نفتحها معكم ونشوفوا قداش لقينا فيها.
وكما قلت لك حبيبتي، قد ما راهي مرحله صعيبه قد ما راهي اجمل مرحله تقدري تفوتي بيها. الله لا يحرم اي وحده من هذا الاحساس، من شعور الامومه. ربي يرزق كل وحده راهي متمنيه الذريه الصالحه. لذنا ويذنا الحق ان شاء الله، يا ربي يرزق كل وحده بالذريه الصالحه. وجامي تقللي من قيمه الشيء اللي راكي ديري فيه كأم. يعني كي تشوفي روحك ماكش منظمه دارك ولا عادي جدا، الحاجه اللي راكي ديري فيها راهي اكثر بكثير واكبر بكثير من الحوايج هذو اللي في توليتي هذو كامل. راكي تقومي باعظم مهمه في تاريخ البشريه، راكي تربي في بيبي، راكي تكبري في انسان قاعد تنعتيله في الحياه. يعني سبحان الله راهي مسؤوليه كبيره خلاص يعني، ومش اي وحده تقدر لها يعني. فهمتوني حبيباتي؟ يعني يا حبيبتي حبسي ما تلومي في روحك انك ما كيش قادره ديري حوايج. تيكي ديري 10% واش كنتي ديري فيه قبل ما تولدي وكل شيء، ديجا راكي مدايره حاجه كبيره خلاص، ما تقلليش من قيمتها. ومع مرور الشهور والطفل يبدا يكبر ويبدا يحكم في روحه، انتي ثاني دوك تبداي بشوي بشوي تبداي تريكوبيري، تبداي ترجعي لحياتك العاديه، وتبداي ترجعي لهواياتك، تبداي ترجعي للحوايج اللي تحبيهم، تبداي تهتمي بروحك، تبداي تهتمي بشعرك، تبداي تهتمي بلابوتاك، غير بشويه برك مدي الوقت لروحك بزاف خلاص. وبالنسبه لخدمه الدار، اخدمي الحاجه الخفيفه خلاص. ديري 10 دقائق لكل بياس في دارك، نظميها هكا يعني مرئيا هكا تشوفيها تلقيها منظمه. امسحي غبره خفيفه، تنشفي تنشيفه خفيفه، مش محتم تسيقي بزاف، ومش محتم تكثري عليك الماء، ومش محتم عليك تغسلي الحيوط وتهبطي الدنيا كامله. لا، اخدمي الحاجه الخفيفه خلا. يعني واحد كي يدخلك على غير راده ولا انتي هكا كي تشوفيها تشوفي الحاله مريحه للعين برك، مش محتم تكون نظيفه 100%. مش راح يجي الكنترول ويشوف لك الشبك نتاعك. فهمتيني حبيبتي؟ يعني يا حبيبتي حاولي تنحي ليك توسويس هذاك كامل، والله مش راح نديوها معانا. يعني صحتنا هي بجل، يعني صحتنا هي الاولى في كل شيء. خمي على صحتك ولا صحه البيبي تاعك ولا روحكم، بعد الدار تجي سهله وكل شيء يجي سهل. وحاولي انك تستعيني بالزوج تاعك يدير لك حوايج ولو بسيطه. تعلمي تدخليه ولفيه انه يشاركك في حياتك، سورتو في هاد لي مومون. لازم عليه يعاونك ولو بالشيء البسيط، يحط لك ما على باليش انا قش في الماشينه، يعاونك في ماكله، يهز عليك البيبي هيك شويه يسكته لك، انت تروحي ديري حاجه واحده اخرى تقعدي ما تمديش في وقت لروحك. ولا حاولي تعلميه وتولفيه في الحاجه هذه، والله ما هي عيب، بالعكس الحاجه هذه راح تعاونك مام مورالمون كي تلقاي روحك ما كيشي وحدك. فهمتيني حبيبتي؟ دونك سي كيفاش تطلبي المساعده منه عادي جدا. وبالنسبه لتنظيم الوقت في المرحله هذه، لا بالي ما كانش يعني نظام معين تقدري تمشي عليه. نظامك من نظام البيبي، رقدي ترقدي، ولا تروحي تخدمي خدمتك ناضكي معاه يعني. الله يحسن العون. يعني وقتك راح يكون مرتبط بالبيبي تاعك بارتباط مباشر يعني. مي تقدري تكتبي اون جينيرال واش راكي حابه ديري في هذيك لا جورني. يعني تقدري تخططي يعني هيك خطه بروفيزوار بركه واش قادره ديري ولا واش حابه ديري في هذيك لا جورني، وين لقيتي لوكازيون روحي اخطفي حاجه. فهمتيني يا حبيبتي؟ مثلا البيبي تاعك مسهرك ليل كامل، ليل كامل هو يرضع، ولا ليل كامل هو يديريلو في لي بيبغون، تنوضي تروحي تجي وكل شيء. سي كيفاش الرضعه هذيك تاع الصباح مع الاخر مثلا 6 تاع الصباح، ولا كي يرقد لك ثما روحي انصبي الغدا نتاعك وغسلي الماء ذوك لمي الكوزينه حاجه خفيفه برك ورجعي معاه ترقدي. رجعي ترقدي حتى يعاود ينوضك مثلا 8 ولا 8 ونص، ولا كي تعاودي تنوضي معاه نظفيلو ورضعيه ولا وقعدي معاه شويه. وكي عاود يرقد روحي كملي شغالاتك اخرين. ما على باليش انا تروحي تغسلي حوايج وتروحي تنظمي دارك ولا ليسونسيال وشي كيما قلت لك حاجه خفيفه برك، ما تعبيش روحك بزاف سورتو لي بريمي موا. سي كيفاش تخدمي باقل جهد. وكي تشوفيه هو راقد وانت ما عندك والو ارقدي معاه هكا باش تربحي انت ثاني راحتك. ونصيحه اخيره حبيبتي، بعدي على زابيل تاع التليفون.
بعدي على الحكايه تاع الفيسبوك في المرحله هذه، سي كيفاش تبعدي لو ماكسيموم مع الناس. مش نقول انا كوني منعزله 100%، مي ثاني سي الوقت اللي تلقاه كامل سي كيفاش بروفيتي فيه ليك نتيا والولد، كل دار كل راجل كل. بعدي الحكايه تاع التليفون هذوك بزاف صح، داركم اكيد مش حنقولك ما تحكيش مع ماماك ولا احكي معاها وكل شيء، مي الناس الزايده هذه كامله سي كيفاش تيفيتيهم في هذيك المرحله، سورتو لي بريمي موا، على خاطر راح تستنس في طاقتك اكثر واكثر بوريان، يعني حكايات فارغين فرات. وهذه هي البنات، نتمنى لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم وحفزتكم وهدرتي عجبتكم. وش راح نقول لكم ثاني، ربي يعطيكم صحتكم وربي يعطيكم القوة باش تقدروا تفوتوا المرحلة هذه بنجاح. ربي يحفظ لكم وليداتكم ان شاء الله وتشوفوهم في اعلى المقام يا ربي. وثاني نوصيكم ونعاود جامي 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 تستهينوا بالحوايج راكم ديروهم في هذه المرحله، والله راكم ديروا في اعظم حاجه، والله ما هي سهله، ومش اي راهي صح. وهذه هي البنات. وثاني ربي يرزق كل وحده راهي متمنيه انها تعيش الامومه، الله لا يحرمك يا ربي من الذريه الصالحه، ربي يرزقكم كامل وتعيشوا اللحظه هذه. وهذه هي البنات، نتمنى لا فيديو تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم وتخليوا لي كومونتير، والله نفرح بزاف كي نقعد نقرا في لي كومونتير تاعكم ابري شاك فيديو نحطه. الحمد لله يا ربي، تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في فيديو جديد وفي موضوع جديد ان شاء الله.